والله الواحد ما عارف ايه اللي جرى في الدنيا. لما ابعت ابني كده الصبح يجيب لنا فول عشان نفطر، ويجيب لي كيسين فول، كل كيس ما فيهوش حتى كبشه زي دي، وب20 جنيه. انا مش عارفه ليه، ده انا عملت الدماسه دي كلها على بعضها ما كملتش ال20 جنيه، ناكل فيها اكتر من 10 ايام ما تخلصهاش. تعالوا بقى هنعمل النهارده ندمس شويه فول زبده. مش هقولك زي العربيات، ده احلى واجمل واطعم من اي عربيه اكلت منها فول قبل كده. لو انت اول مره تشوفي قناتي، انا عزه بسيوني، اتمنى منك تخشي تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه وتعملي شير للوصفه عشان توصل لكل الناس. تعالوا مبدئيا كده جبت نص كيلو من الفول. وهنا نوعيه الفول اللي استخدمتها فول بلدي. هجيبه وانقيه زي ما انتم شايفين كده، وبص نوعيه الفول، الفولايه بلدي هتلاقيها بيضه كده، وحجمها كويس جدا. في اصغر من كده لو حابه، بس لو انت حابه بقى شويه فول حلوين كده وطعمين، عليكي وعلى الفراخ البلدي. على فكرة سعره رخيص، أنا كنت بجيبه في رمضان كان ب46 جنيه، دلوقتي بقى ب36 جنيه. أحلى فولية ب36 جنيه. وهتنقعيه لمدة ساعتين وما تزوديش عن ساعتين. يعني أنا الراجل بتاع عربية الفول لقيته بيقول لي أنا بنقعه ساعة واحدة بس. ساعة واحدة كفاية جدا، بس أنا بصراحة خليتها ساعتين، ما خليتهاش ساعة واحدة. وخدي بالك لما تلاقي القشرة، يعني وانت بتنقعيه كده نقعتيه الساعتين ولقيتي القشرة فصلت عن الفولاية، انصحك. انا بعمل كده اول ما الاقي قشره، طبعا لقيت كام واحده لقيت القشره بتاعتهم فصلوا، فببتدي اشيلها. ليه؟ دي عن تجربه. القشره ما دام فصلت، لو مهما سبتيه طول اليوم على النار القشره ما بتتهرس. الفولايه تتهرس وكل حاجه، بس تفضل القشره زي ما هي كده ما بتتهرس خالص معاكي. فانت لو لقيتي اي فولايه فصلت القشره عن الفول، قشريها وشيلي القشره تخلصي منها خالص. فعشان كده بقول لك ساعتين اتنين بس. وتعالوا الاول اضافه هنحطها، هنحط فول مدشوش على حسب الكميه. يعني حابه تحطي اكتر من كده حطي، انا حطيت 3 معالق كبار. حابه تزودي اكتر من كده براحتك، على فكره كل ما تزودي كل ما يكون كويس، يعني مش اضافه وحشه يعني. هشطفهم وابتدي اضيفهم. وهبتدي بقى احط هنا الميه. على فكره ممكن تحطي كمان لدرجه، لو حابه كوبايه كامله من الفول مدشوش هيبقى حلو جدا، بس انا اكتفيت عشان لسه هزود اضافه تانية. بس خليكي معايا عشان الاضافات كلها ليها وقتها. تعالي بصي بقى هنا، هجيب حبايه طماطم دي زي ما هي. على فكره عربيات الفول ما بيضيفوش طماطم ولا اي حاجه، بس دي تركه اتعلمناها من ايه، من اهالينا زمان. نحط الطماطميه بتدي ريحه حلوه، وحطيها زي ما انا مقطعه كده بالظبط. وهبتدي احط ميه واغمر الميه، يعني هخليه ميه مستوى الميه كتير. انا ما بحبش افتح عليه كل شويه وازود. تعلمي الحركه دي وهتفرق جدا بالنسبه لك. هحط على عين البوتاجاز وهبتدي يغلي معايا على عين عاليه في الاول كده، يغلي. اول ما يغلي بالمنظر ده هبتدي اهدي النار عليه. في المرحله دي هدي النار خالص، خليها شمعه كده اكنك الرز كده بيشرب معاكي. فيكي تسويه في حله عادي خالص، مفيش اي مشكله. هنبتدي بقى نهدي عليه النار، ونروح جايبين قطعه من ورق الالومنيا هتشوفي دلوقتي، بحيث نحولها لحل الضغط، مش عايزين ولا نقطة بخار تخرج منه. هنحط قطعة من ورق الألمونيوم ونحط نكتم عليها الغطا، ونسيبه بقى لمدة نص الوقت بالظبط. يعني يكون داخل كده، نقول نعدي منه ساعة ساعة ونص من تدميسه. ونروح جايبين 3 معالق من العدس. والعدس هنا كده عشان اللون، يخلي لونه كهرمان كده معانا، اللون اللي شفته في البداية. ونحط معلقتين اتنين من الرز. ولازمة الرز ايه؟ الرز هنا لازمته ان بيخلي المية الفول تقيلة كده. عارفة انت لما بتشتري فول من بره بتبقى المية بتاعت الفول تقيلة. بص بقى هنا يعتبر عدى منه نص وقت تسويته بالظبط. بدأت هنا حتى لو تلاحظ المية بدأت تنزل، المعيار اللي انتوا شايفينه ده. طبعا مهدية النار فالمية مش بتتبخر معايا، البخار كله مكتوم معايا. هبتدي بقى ازود هنا واكمل معيار المية زي ما كان اغمره. انا بحب المية عليه كتير، ما بحبش اضيف مية خالص. يعتبر كده دي اول مرة احط مية بعد ما حطيت في البداية. غسلت الرز والعدس وهبتدي انزل بيهم. هبتدي بقى اجيب معايا ليمونه كبيره كده، ولازمه الليمونه مش حطيتها من البدايه، انا هحط الليمونه هنا كده بعد ما ضفت العدس والرز. ولازمه الليمون، احنا بنحط الفول بعد ما بندمسه، انا بحطه على رف التلاجة ما بشيلوش في الفريزر. فلازمه الليمون يحفظ بقى ماده حافظه لليمون، بحيث يفضل معايا ما يحصلوش اي حاجه على رف التلاجة. هعصر الليمونه كامله كده وهبتدي انزل بالقشر بتاعها. ما تخافيش القشر مش هيتعجن فيها ولا حاجه، بعد ما يستوي هنبتدي نطلعه هتلاقيه عايم لك على الوش كده. كده بعد ما استوى تماما كده، الفول استوى معايا وعدى عليه بقية الوقت.
مدة الفول على حسب الكمية اللي انت يعني جايباها، وكل فولية ليها تسوية غير التانية. طبعا الفولية المستوردة سواها غير الفولية البلدي. الفولة البلدي بتاخد وقت بس أطعم وأحلى. الفولة المستوردة بتستوي أسرع، بس يعني طعمها أكيد مش زي طعم البلدي. هختبر كده الفولية، لقيتها زبدة معايا وبتتهرس معايا، هبتدي أزود شوية مية. طبعا هنا كطفيت خالص، هحط شوية مية. لازمة شوية المية دول هتشوفي حالا ايه لازمتهم. طبعا انا ضفتهم بعد ما طفيت النار خالص. واي اضافه للميه بتضيفيها للفول، لو حبيتي تزودي فول الميه للفول لازم تكون الميه مغليه كويس جدا. وضفنا شويه الميه الاخرانيين دول رغم انه مش محتاج ميه، علشان الحركه اللي بتحصل دي لما بنركن الفول علشان يبرد عشان نبتدي نكيسه او نشيله، بيبتدي يعمل طبقه سودا كده على وش، طبقه غامقه جدا. انا بقى هتفادى الحركه دي بشويه الميه اللي ضفتهم. هبتدي ادلقهم، هتنزل الميه كده لوحدها، وهيبتدي طبقه الفول من تحتيها كده حمرا وكهرمان زي ما انت شفتي بالمنظر ده. وضفت العدس والرز بعد ما دخل على نص تسوية، علشان خاطر يفضل الفول معايا مهما يستوي ومهما يقعد على النار باللون التحفة اللي انتوا شايفينه ده. ما حطيتوش من البداية عشان الرز ما يتخنش معايا ويستوي وينزل في قعر البتاع، وتبتدي كل شوية تلزق قعرة الفول من تحت. تابع بس التعليمات زي ما وريتك كده بنفس التركات دي، وان شاء الله هتاكلي شويه فول اقسم بالله احلى من العربيات واحلى من محلات الفول. حبه فول كفايه ان انت عارفه انت عاملاهم ازاي بدون اي اضافه تضرك، وحبه فول فعلا هتدعي عليهم. وان شاء الله نتقابل في وصفه جديده، ودمتم في رعايه الله.